نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة. المباراة تبقى قوية جدا. المباراة الساعة 8 ونص بإذن الله بعد الفطار. النهاردة يوم عرفة وكل عام وأنتم بخير. والنهاردة هنقول لكم على تشكيل الفرقتين، وهنبدأ بتشكيل بيراميدز عشان في مفاجأة في تشكيل بيراميدز عن المباراة اللي فاتت. وفي حراسة المرمى أحمد الشناوي. أربعة في الدفاع: أحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي. خط الوسط: مهند لاشين وتوريه ووليد الكارتي. في الهجوم: مصطفى فتحي ومروان حمدي وإبراهيم عادل. دي طبعا تشكيلة غير تشكيلة المباراة في المباراة التانية اللي هي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا ما كانش موجود مصطفى فتحي، كان مصاب، وكان مروان حمدي على الدكة وما لعبش، وإبراهيم عادل اللي لعب آخر ربع ساعة. طبعا مصطفى فتحي كان مكانه وليد الكارتي اللي هو بيلعب دلوقتي في النص. فطبعا اللي كان بيلعب مكان وليد الكارتي في الوقت ده كان قطة. فمصطفى فتحي، فهو وليد الكارتي كان بيلعب مكان مصطفى فتحي عشان كان مصاب. اما بالنسبه لمروان حمدي فكان بيلعب مكانه في وسط المميلي، دي اللي كان بيلعب مكانه. اما بالنسبه لابراهيم عادل اللي لعب في الشوط الثاني في اخر ربع ساعه، واللي كان بيلعب مكانه رمضان صبحي. دي تشكيله نادي بيراميدز النهارده امام نادي الزمالك، تشكيله هجوميه غير تشكيله مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. التشكيله دي كلها هجوميه. اما بالنسبه للتشكيله اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا فكانت تحفظيه شويه. اما تشكيله نادي الزمالك النهارده: في حراسه المرمى محمد صبحي، أربعة في الدفاع: عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح. خط الوسط: محمد شحاتة وعبد الله السعيد ودونجا. في الهجوم: ناصر ماهر ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. دي تشكيلة نادي الزمالك اللي هتقابل بيراميدز في نهائي كاس مصر النهارده ان شاء الله. طبعا في لغب في التشكيله بتاعت الزمالك شويه، في لعيبه موجوده بره كتير طبعا. في عندك ناصر منسي موجود يا جماعه، وعندنا شيكابالا موجود، وعندنا لعيبه كتير في الملعب بره، وعندنا سيف فاروق جعفر. فالزمالك عنده تشكيله ولاعيبه تانية كتيره جوه بره الملعب. وان شاء الله كل التوفيق للفريقين ويطلعوا لنا مباراه قويه النهارده باذن الله. ايه توقعاتك؟ عايزك تقول لي في تعليق جميل زيك كده، ايه توقعاتك في المباراة النهارده ومين اللي هياخد بطولة الكاس مصر؟ هل الزمالك للمرة 29 ولا بيراميدز للمرة التانية على التوالي؟ قول لي في تعليق جميل زيك كده، وما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.